وهلا هيك على هالمنظر وتقليبه على الخفيف. بسم الله يا جماعة، صدقوني ولا أطيب من هيك أكلة على طريقة أمي الله يرحمها. شيء خرافي، إذا جربتوها مرة رح تعتمدوها دائما، وخاصة بالشتاء. قرنبيط بالطحينة على طريقة أمي الله يرحمها. تعالوا معي شوفوا الطريقة. وهلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. هون انا عندي هذا القرنبيط او في ناس بتسميه الزهره. امبارحه جبته وغسلته وخليته يصفى وقليته بزيت نباتي. بتريدوا بتقلوه، بتريدوا تحطوا عليه شويه زيت حطوه بالفرن او بالقلايه الهوائيه مثل ما بتحبوا. هون عندي انا معلقه سمنه، طبعا معلقه طعام. شعل النار. بسم الله. هلا بعد ما ساخت السمنه هون عندي بصلتين فرمتهم جوانح. بسم الله الرحمن الرحيم. مو بصلتين صغار، شوي مبحبحين وسط يعني. هلا بس هيك شوي، ما بدي ياخذوا لون لاني هلا بدي اطب اللحمه. بسم الله. انا لو عندي دهنه كنت حطيت دهنه بدل السمنه، بتطلع اطيب بكتير. بقى اذا عندكم دهنه وبتحبوا تحطوا دهنه بتطلع اطيب، واللي ما بحب يحط سمنه كمان ممكن تحطوا زيت نباتي او زيت زيتون. بسم الله. وهلا بنزل اللحمه. كميه اللحمه مثل ما بدكم انتم حسب الرغبه، كتروا بتقللوا مثل ما بتحبوا. بسم الله. طبعا البصل ما خليته يستوي، يا دوب هيك تدبل شوي وحطيت اللحمه وطبختي هي. وهلا قبل ما تستوي اللحمه رشه بهار حلبي، يعني نص معلقه صغيره، ورشه ملح لا تكتروا لاني لسه عبر طحينه بدنا نحط ملح. هيك خليها هلا تستوي. هلا على فكره طبختي هي بتصير بلا لحمه، نفس الطريقه ونفس المكونات بس بلا لحمه، كمان كتير طيبه. انا اوقات بسويها بلحمه واوقات بلا لحمه، تنتين كتير طيبين. بسم الله. هلا لوقت ما اقلي اللحمه بدي ادوب الطحينه. هون انا عندي كاسه طحينه وهون عندي كاسه لبن. بسم الله. لبن هو الزبادي او الياغورت. بسم الله. وهون عندي معلقه صغيره كمان ملح حسب الرغبه. اول شيء نحرك اللبن مع الطحينه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهون عندي كاسة عصير ليمون. هدول كم ليمونة؟ 3 ليمونات بس صغار، إذا كبار خلوا الليمونتين بس. هي الأكلة طعمة الحامض هي الظاهر فيها، فبتعطيها طعمة كتير طيبة لما بتكون حامضة شوي. بسم الله. هلا بقى بنحط مي شوي شوي وبنحرك لحتى نوصل للقوام اللي بدنا إياه. بسم الله. خلص صوص الطحينة هيك صار جاهز. شوفوا بده يكون خفيف، ما بده يكون كتير تقيل، يعني لو تقيل ولو مريق كتير، هيك بدها تكون خفيف لاني هلا على النار بدها تتقل شوي، بتشد شوي. طبعا بتذوقوها، بتظبطوا الملح وبتظبطوا الحامض، بده يكون الحامض ظاهر مثل ما قلت لكم. هلا هيك اللحمه عندي استوت صارت جاهزه. بسم الله. بننزل القرنبيط او الزهره. انا هذا بحطه بالمصفيه بعد ما بقليه بالزيت، بحطه بالمصفيه وبتركه تقريبا، تركته بالبراد لتاني نهار، بس بغطيه بالبراد، بتغطوه مشان ما يصير كل الاكل ريحته والطعمه قرنبيط. تتركوه حتى يتصفى الزيت كله. هذا اذا بدنا نقليه قلي، وهو القلي بيصير اطيب بس ما هو صحي. بسم الله. هيك تقليبه خفيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هلا وطيت النار بس هيك بحيث انه اللحمه هيك تتخلط مع القرنبيط شوي. مباشره بعد ما قلبتهم هيك مع اللحمه شوي بحط راسا للطحينه. بسم الله الرحمن الرحيم. صوص للطحينه. بسم الله. كمان تقليبه صغيره هيك، تقليبه من تحت لتحت منشان ما نعفس القرنبيط. وبدنا نتركها هلا على نار واطيه. غطوها بالبدايه، انا بغطيها بعدين بكشفها. غطوها واتركوها هيك شوي تاخذ وتعطي مع بعضها وتعطينا الطعم اللي ولا اطيب من هيك. وهلا هذا الصوص رح يتقل، هذا الصوص هلا بيتقل. بسم الله. وطبختي هي بتتاكل غمس بالخبزه او جنبها رز بشعريه مثل ما بدي اساوي هلا انا. على الحالتين كتير طيبه. الرز نقعته من نص ساعه تقريبا، هذا هو بمي غاليه ومعلقه ملح. وهون حطيت معلقه سمنه، معلقه طعام سمنه وشويه زيت زيتون. انا بحط اذا بدكم زيت نباتي مثل ما بتحبوا. الزيت بيعطي فرفده ولمعه للرز وما بيخليه هيك لما بيبرد يكبتل مع بعضه ونجي لنسخنه ونتعذب فيه. بتكون طريقه التسخين كتير سهله. هلا بعد ما ساخت السمنه وحمت بنحط كاسه شعيريه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا ايدكم فيها عم تحركوها لحتى نوصل للون الذهبي، لا تتركوها يصير كل شيء لون ولون وتنحرق معكم. بسم الله. هلا بعد ما وصلنا لهذا اللون، شايفين بشهي
خلينا نحط الرز، نطب الرز اللي غسلته صولته غسله كتير كويسه. بسم الله. وما ننسى الملح، الملح حسب الرغبه. من البخار الصوره مي واضحه، بنقلب شوي. بسم الله. وهلا بعد منجيب المي. بسم الله الرحمن الرحيم. مي غاليه، عيار الرز كل كاسه رز بتاخد معكم كاسه وربع مي. طبعا بعد نقع الرز كاسه وربع مي غاليه مثل هاي، وكاسه الشعريه كمان بدها كاسه مي، والعيار كله بنفس الكاسه. بسم الله. هلا النار عاليه، بنخليها هيك لحتى الرز يشرب شوي ميته، يبقى له هيك شويه مي. هلا بنرجع. بسم الله. وهلا بعد ما الرز شرب هيك ميته مثل ما انكم شايفين بقي شوي، ونوطي النار مثل الشمعه ومنغطي الطنجره. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بعد ما غطينا الطنجره بنعير 13 دقيقه وبكون الرز صار جاهز. بنطفي النار وبنخليه تقريبا 10 دقائق يرتاح يتهدى. وقت ما يستوي الرز خلوني اشق على الطبخه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص صارت جاهزه، ما بدها اكتر من هيك. شوفوا الصوص شلون سمك، شايفين صارت نظم، شايفين على هاللون. والريحه، الريحه بتغرف القلب. تحريكه خفيفه ومنطفي هلا عليها وبنستنى الرز يستوي. ولسه في اخر مرحله، وهي المرحله اللي بتخلي الاكله اطيب واطيب. نطفي هلا. بسم الله. هون عندي معلقه سمنه وخليها تسيخ. وبعد ما ساخت وحمي الزيت، هون عندي توم، راس توم انا سويته هيك مثل حبات يعني فرمته فرم، خلينا نقول مثل الصنوبر او اللوز المفروم لحتى ياخد شكل حلو هيك، يا دوب ياخدوا لون. وبعد ما وصلنا لهذا اللون وهالريحه اللي بتغرف القلب، بسم الله طفي. تعالوا معي شوفوا لي بقى. هلا بدي اشيل منها شوي عشان بدي ازين فيها. وهي الرز بسم الله الرحمن الرحيم بشهي كل حبه واختها، شايفين؟ وهذا لسه ما تركته ترتاح. هلا بدي ارجع اغطيه واتركه يرتاح تقريبا 10 دقائق. وهلا هيك شوفوا لي على هالمنظر، والله بتشهي. ومع رشه بهار للرز هيك، وهي زينتها بالثوم اللي حمصته. وشوفوا لي هالاكله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وتعليق حلو مثلكم، وجربوها وادعوا لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا علي تفضل على الدواء. يلا بسم الله. مع اني ما بحب القرنبيط انا، يعني مو من الاكلات المفضله عندي، بس بهي الاكله بيكون طعمه غير. هاي الاكله او هاي الوصفه اللي انا سويتها قرنبيط بالطحينه، من شان اللي ما بيحبوا القرنبيط، اللي ما بيعشقوا القرنبيط راح تصير هاي اكلتهم ادمان. خليني ادوق انا كمان. ولا اطيب من هيك، صدقوني ولا اطيب من هيك. شوفوا لي على هالمنظر. طعمة الحموضه اللي فيها بتشهي الثوم شلون، البصل كله ظاهر وكله طيب، شي ولا اطيب من هيك. بسم الله. منظومه كتير كتير طيبه، طحينه روعه روعه. جربوها يا جماعه والله ما بتندموا. ناخذ هيك لقمه بلا رز. يلا امشي على الطبخ، تعالوا معنا.